انسي السندوتشات وتعب السندوتشات، وكل يوم انا هحشي ايه في السندوتشات. هاتي نص كيلو دقيق وتعالي اقولك اعملي ايه وحطيه في اللانش بوكس لاولادك. تعالي هعملك ميني بيتزا، حاجه كده سهله وبسيطه خالص، وهتريحك طول الاسبوع من ايه، من كل يوم اعمل ايه. طبعا واولادنا طبعا بيحبوا اصلا الميني بيتزا وبيحبوا البيتزا اصلا. فحاجه كده سهله وبسيطه خالص ومش مكلفه خالص، بنص كيلو دقيق. انا هدى ودي قناتي. لو اول مره بتشوفيني يا ريت تعملي لايك وتعملي اشتراك في القناه. هنسمي الله ونصلي على الرسول وهندخل على مكونات الميني بيتزا بتاعتنا. انا اول حاجه هنا معايا 3 كوبايات من الدقيق او نص كيلو من الدقيق. هحط معلقه ونص كبيره من السكر، وهحط معلقه كبيره من لبن البودر، وهحط نص معلقه صغيره من الملح. اهم حاجه تظبطي الملح والسكر للبيتزا علشان الطعم بتاعها يبقى معاكي تحفة. بس هنحط شوية اضافات علشان نطعم البيتزا بتاعتنا، واولادنا ما يقولوش انتي عاملاها لنا في البيت يا ماما، لا هيحسوا انها كانها جاهزة بالظبط. دي معلقة خميرة صغيرة. هحط نص معلقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر، ومعلقة صغيرة من الزعتر علشان تدينا ريحة وطعم المطاعم. بس كده انا حطيت المكونات الجافة كلها مع بعض. هعجن بمية يا جماعة. عايزة تحطي زبادي مفيش اي مشكلة، عايز تعجنيها بلبن برضو مفيش اي مشكلة. اهم حاجة طبعا انتي وبتتفرجي عليا حطي لايك كده وشجعيني من عندك، ما تنسيش اللايك يا ست الكل. بس كده انا هعجن بايدي. انا عايزة العجينة يا جماعة ملزقة. عايزة تاكلي بيتزا صح وبيتزا مطاعم صح وبيتزا المحلات، خلي العجينة ملزقة. اهو انا بقولك على الطريقة الصح للبيتزا. علشان البيتزا تبقى معاكي طرية لازم تبقى ملزقة وتبقى طرية كده وهشة من جوه، ما تبقاش معاكي مكتومة. وحاولي تعجني برضو فيها كويس. اهم حاجة تعجني العجينة بتاعت الميني بيتزا بتاعتك كويس كده. عايزاها عجينة مطاطية شوية. بس كده تمام. انا هحط معلقتين زيت عشان العجينة معانا تلمع كده وتبقى ناعمة. اهم حاجة نعومية العجينة يا جماعة علشان اي نوع معجنات زي ما قلت لكم قبل كده، طول ما انت بتعجنيها صح هي هتديك النتيجة صح لاي نوع مخبوزات او معجنات. بس كده تمام. انا خلصتها اهو عجن، ولازم تكون ملزقة زي ما انت شايفة كده بالظبط. حطيت شوية زيت كده من تحت وحطيت العجينة بتاعتي وعايزاها تخمر. هنغطيها. انا المية مقدار المية يا جماعة كوباية وربع بالظبط على 3 كوبايات. بس هي خمرت معانا. هنفتح عليها كده تمام. دول 3 كوبايات وتسيبيها تخمر، وبعد ما تخمر تقومي منزلة الخمر بتاعها. تعالوا هنشوف هنقطعها ازاي. طبعا انت هنا حسب الرغبة. انا هنا رشيت شوية سميد اللي هو بتاع البسبوسة. انت ممكن تحطي دقيق او تحطي زيت، مش شرط اللي انا حطيته. انا بقولك على طريقة انا بصراحة معجبة بيها خالص، اللي هي بتاعت السميد، وبنقطعها بالدقيق. علشان هي طبعا العجينة ملزقة، فانت عادي لو عايزة تقطعيها بالزيت مفيش اي مشكلة. هتقطعيها بدقيق برضو مفيش اي مشكلة. بمكان السميد هترشي دقيق او زيت، مفيش اي مشكلة في الحالة دي يا جماعة. بس احنا زي ما انتوا شايفين انا بقطعها اهو سهلة خالص وملزقة زي ما انت شايفاها. انا عايزة بيتزا طرية خالص يا جماعة وهشة خالص، علشان كده خليت العجينة ملزقة. بس انت زي ما قلتلك على دي مفيش مشكلة. السميد ده الغيه من دماغك خالص، مفيش اي مشكلة. لو مش موجودة عندك وعايزة تعملي الحركة دي ماشي، مفيش اي مشكلة. قطعيها على زيت برضو مفيش اي مشكلة. اهم حاجة تظبيط الشغل. بس زي ما احنا شايفين انا اهو بحطها في الدقيق والفها عادي، وتلفيها كورة وتقطعي بقى على حسب السمك اللي انت عايزاه، او على حسب الكورة اللي انت عايزاها. بس كده تمام. انا خلصت تقطيع اهو. غطيها بس انا مش هسيبها تريح ولا حاجة، انا هشتغل فيها على طول. هجيب صينية بتاعت اهي. لو عايزة ترشي لها برضو زي كده مفيش مشكلة، مش عايزة ترشي ما ترشيش خالص. بس كده تمام. تعالوا هنشوف هنفرد البيتزا بتاعتنا او الميني بيتزا ازاي. دي صلصة يا جماعة. انا هحكي لكم انا عملت الصلصة دي ازاي.
دي طماطم انا سلقتها في ميه مغليه وشلت القشره بتاعتها وضربتها بالهاند بلندر او الخلاط وخليتها تغلي على النار. ما حطيتش زيت ولا اي حاجه. نص معلقه سكر وربع معلقه صغيره من الملح. دول طماطمتين او 3 طماطميات على حسب الكميه اللي انت عاملاها. وسبتهم يستووا على النار يتسبكوا كده كويس. بس نزلتها حطيت لها شويه توم باودر وبصل باودر وزعتر بس، اكتر من كده لا. ممكن انت تستبدلي لو ما عندكيش زعتر تستبدليه بكمون حصى يا جماعه، بيديها طعم تحفه. بس كده تعالوا نشكل الميني بيتزا بتاعتنا. بس كده تمام اهي. هنحطها في الصينيه على طول بتاعتنا. انا وشغاله في الحاله دي يا جماعه انا مشغله الفرن عشان الفرن يبقى معايا سخن، لاني انا مش هسيبها تخمر ولا اي حاجه. مجرد ما اخلصها هدخلها الفرن على طول. انا في الحاله دي مشغله الفرن بتاعي. بس كده هنعمل الكميه اللي معانا زي ما احنا شايفين اهي، سهله خالص. بشويه دقيق او شويه زيت زي ما انت عايزه بالظبط. زي ما قلت لك السميد ده مش حاجه اساسيه معانا في البيتزا يا جماعه. ممكن تستخدمي دقيق او زيت عادي مفيش اي مشكله. شوفوا بنفردها ايه قطر كده، يعني ايه 7 سنتي حاجه زي كده، يعني 8 سنتي. بس كده تمام. شايفين العجينه ملزقه ازاي يا جماعه؟ عشان تدينا طراوه وتدينا هشاشه للميني بيتزا بتاعتنا. حاجه كده سهله خالص وبسيطه، وممكن تعمليها هي نص ساعه بالكتير بتلاقي نفسك خلصتي لك 2 كيلو. وتفرزيها بقى في الفريزر وتعيشي حياتك. تطلعيهم الصبح بدري اول ما تصحي من النوم، وبعد كده تحطيهم في اللانش بوكس لاولادك. بس كده دي الصلصه بتاعتنا. والصلصه سهله خالص يا جماعه. لو ما عندكيش طماطم هاتي كيس صلصه اللي هو معجون الصلصه واستخدمي بس ايه، حطي له نص معلقه سكر وحطي له توم باودر وبصل باودر وزعتر برضو، ودي غلوه واحده بس على النار. بس كده هنفتحها بالشوكه بتاعتنا. لازم نفتحها علشان ما تعلاش معانا ايه خالص. سهلة خالص يا جماعة وبسيطة خالص زي ما احنا شايفين. مش بتستغرق وقت خالص لا في الخمر ولا في التسوية ولا في التشكيل. هنحط الصلصة بتاعتنا بالفرشة زي ما احنا شايفين اهو. حاجة كده سهلة خالص وبسيطة. طبعا الحشو على حسب ما انت عايزة. عندك بواقي فراخ حطي، بواقي لحمة حطي، عندك لحمة مفرومة حطي، ميكس جبن حطي، ما عندكيش جبنه فيتا عادي مع شويه فلفل وقوطه وخلصت المشكله يعني، وشويه زيتون. مش شرط علينا جبنه موزاريلا ولا شرط جبنه رومي ولا اي حاجه. اعمليها اقتصاديه، اللي موجود عندك حطيه. اهم حاجه ان معلقه اللبن البودر عشان تغذيه لاولادنا. لو اولادك ما بيحبوش اللبن انت حطيها لهم كده، بصراحه هتغذيهم قوي. بس كده تمام. شايفين تشكيل تحفة. حاجة كده سهلة خالص. بس كده زي ما قلت لكم انا مشغلة الفرن اهو، دخلتها مشغلة من تحت، وبعد يعني بالكتير كده 7-8 دقايق شغلت الشواية. بس يا جماعة ما تسيبوهاش مدة كتير في الفرن من تحت علشان ما تنشفش معاكي. بس يا جماعة تحفة. شايفين البيتزا طالعة معايا ازاي، او ميني بيتزا. بدل ما تغلبي نفسك كل يوم تعملي سندوتشات ومش عارفه، لا حطيها في اكياس وحطيها في التلاجة. حاجه سهله خالص. نزليهم على حسب اولادك، كل واحد ياخد له بيتزايتين مع علبه العصير مع مش عارف ايه، زي ما انت بتعملي اللانش بوكس لاولادك. حاجه كده سهله وبسيطه خالص ومش مكلفه. بنص كيلو دقيق ممكن تعملي كميه تكفيك الاسبوع لو معاكي طفلين. شايفين انا عايزه اوريكم بس من جوه مفرغه ازاي وهشه ازاي. شايفين تحفه. بيتزا. اهم حاجه زي ما قلت لكم ايه، معلقه الزعتر، لو ممكن تستبدليها بمعلقه كمون حصى مفيش اي مشكله. انا عايزاكي بقى تحطي لايك كده وتشجعيني، لايك من عندك. شايفين اللون من تحت يا جماعه تحفه. حاجه كده تحفه وسهله وبسيطه. ومع السلامة. اشوفكم فيديو قريب ان شاء الله. ولايك وشير واشتراك في القناة، ومع السلامة.